هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5، ايضا مشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي. برنامج صحتك بالدنيا، حلقه جديده وضيف جديد. راح يكون ضيفي اليوم بالاستديو الدكتور عاصم الخلف، اختصاصي بامراض المفاصل والروماتيزم. خلونا نحن وانتم نرحب بالدكتور. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. مستمعينا، للي حابب ينضم لنا أو حد عنده أي استفسار بما يخص أمراض المفاصل والروماتيزم، موضوعنا هو مهم كتير وشائع كتير. كتير من الناس بيعانوا من موضوع المفصل التنكسي أو الفصال العظمي. يا ترى شو هو، شو أسبابه، شو أعراضه؟ الكثير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور عاصم الخلف. فيكم تنضموا عبر الأرقام التالية: 429 101 هو رقم الأرضي. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي فيكم تنضموا عبر رسالة، فيكم تكتبوا السؤال ورح يتم الجواب. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. دكتور، بداية لو كمدخل لموضوعنا، شو هو المفصل التنكسي أو الفصال العظمي؟ نعم، المفصل التنكسي أو الفصال العظمي هو مجموعة من التغيرات البنيوية الشكلية التركيبية التي تطرأ على الغضروف الموجود بالمفاصل. يعني إذا قسمنا الموضوع إلى المفصل التنكسي، وين يتواجد الغضروف؟ في العمود الفقري بشكل كامل، الرقبي والقطني والظهري والركب والكاحل وحتى المفصل الصدغي وخاصة الركب. الغضروف الذي يتم الفاصل وهو الذي يعزل السطوح المفصلية يطرأ تغيرات شكلية بنيوية تركيبية على هذا الغضروف. يتغير الغضروف حسب الأسباب وحسب الموضوع وحسب العمر وحسب طبيعة الجنس الذي يتغير فيه هذه التغيرات البنيوية في الغضروف. الفصال العظمي أي تكون عظيمات جديدة، ما تسمى بالعامية بالمناقير، تماما، سواء في الكاحل، في الركب، في العمود الفقري، في عظام العقبين يتشكل عظام جديدة نسميها المناقير، أوستيوفيتيك أو تعظم الغضروف. الغضروف نتيجة الأسباب الذي يمر على هذا الغضروف تحدث هنالك مناقير وتحديث وتغيير بنيوي في شكل الغضروف. تماما، هذا كتعريف. يعني دكتور، المرضى اللي عم يصير معهم هالحالة، يا ترى شو الأعراض اللي عم تظهر عن لونهم؟ يعني للي عم يسمعونا حتى يستفيدوا، حتى اللي ما عنده فكرة عن هالموضوع هذا يلجأ إنه يزور الطبيب ويشوف، يكشف عن حاله عن حالة مبكرة مثلا. يعني الفصال العظمي أو التنكس الغضروفي إذا حسب في أي منطقة يصير التغيرات البنيوية في الغضروف. مثلا حسب طبيعة شغل الإنسان، الذي يحمل الأوزان أو الوزن الزائد أو الذين لديهم تشوهات في الركب، مثلا الروح، الفحج، قصر الطرف أقصر من طرف، سواء من الشلل الطفولي أو من الخلع الولادي، فهنالك طرف أقصر من طرف. تحدث تغيرات بنيوية في الغضروف خاصة الركب. تماما، أكثر شيوعا هو الركب. تحدث تغيير كامل في الغضروف العازل بين السطحين المفصليين، عظم الفخذ وعظم الساق. وتخرب هذه الغضروف، وهذه الأجزاء التي تخرب تدخل في السائل المفصلي، لذلك تحصل التهابات ويتجمع على شكل سائل في مفصل الكيس المفصلي للركب. أحيانا بيصير مثل الزلال، مثل كذا كيس الزلالي. نعم، يصير التهابات، وأحيانا ينزل تحت الركبة نسميها كيس بيكر. تحت الركبة يتجمع فيها مي نتيجة احتكاك عظم بالعظم، نتيجة طبيعة شغل الإنسان. في بعض الناس يحصل هذه التغيرات في العمود الفقري، سواء العمود الرقبي أو العمود الظهري أو العمود القطني. العمود الرقبي الذين هنالك حسب الوظائف والمهن، مثلا طبيب أسنان الذي يشتغل 2 3 ساعات في وضعية واحدة، الذين يعملون في مجال الكمبيوتر والكتابة، تحدث تغيرات في الغضروف في العمود الرقبي.
حسب طبيعة شغل الإنسان، الوقوف المديد، الأوزان الزائد خاصة وزن الإنسان أو الوزن الذي يحمله، فكل هذه الأسباب يؤدي إلى تغيرات مفصلية في مفاصل جسم الإنسان بشكل عام. تمام. كثير من الناس دكتور عم يعانوا أثناء صعود الدرج، سواء كانوا كبار بالعمر، حتى بالآونة الأخيرة عم نلاحظ للي عمرهم متوسط أصغر من يعني الأعمار المتوسطة عم يعانوا. كأنه هذا مرض العصر دكتور ولا؟ فعلا صاير مرض العصر نتيجة أسباب عديدة. في منهم مثلا الرياضيين ياكلوا ضرب او رد على الركب، يصير هنالك تمزق في الغضروف، عيب في المفصل يعني. في المفصل، فلذلك الغضروف المتمزق، لذلك ترى انه في صعود الدرج او حتى النزول احيانا يحس بالوجع نتيجه تمزق الغضروف. العمال الذين يعملون في عمليه القرفصاء، مثلا عمال البلاط، خلال سنوات تحدث تغير في مفاصل خاصة الغضروف للركب والعمود الفقري نتيجة الوضع الغير الطبيعي لهم. مثلا واحد طرف أقصر من طرف، تحدث هنالك تغيرات وتخريب في المادة الغضروفية، لذلك نسميها تنكس غضروفي أو فساد غضروفي. المادة الغضروفية التي تعطي لزوجة للمفصل وتعطي مرونة للمفصل، ولذلك يتم هذه التغيرات التي تحدث نتيجة أسباب الوقوف المديد، الوزن الزائد، وزن الإنسان اللي يحمل، طبيعة شغل الإنسان. الإنسان الذين حتى الآن أصبح يعني الإنترنت، ساعات الشغل على الإنترنت وعلى النت، فلذلك تحدث هنالك تغيرات في الغضروف العمود الرقبي. لذلك نلاحظ شكاوي بآلام في العمود الرقبي، خدر تنمل في الأطراف العلوية يمين يسار. بعد الفحص والتصوير نتوصل لتشخيص هنالك تغيير في الغضروف تحدث بشكل مناقير، يتخرب المادة الغضروفية ما بين الفقرات وتحصل على شكل مناقير. نعم للأسف، يعني هاي بتكون طبيعة شغل الإنسان، وأحيانا أكيد. نتيجة يعني إنسان يعني يشتغل على الكمبيوتر، أحيانا في منهم مو طبيعة شغل، حتى قاعدين على النت وهن بالبيت تماماً. ساعتين وأربع خمس ساعات ويتونسوا على أساس على الإنترنت، فتحدث تغييرات في المادة الغضروفية. ينضروا من نعم. نتيجة. دكتور طيب، هل المرضى اللي عم يزوروكم بالعيادة، مرضى اللي عم يصير معهم انفصال تنكسي، كيف بتشخصوا هالمرض هذا؟ عن طريق الفحص السريري أم في إجراءات تانية، مثلا صورة شعاعية، أي إجراء تاني؟ كيف بتشخصوا المرض؟ كل مريض على حدة. مثلا إذا كان يشتكي من العمود الرقبي لنفرض أو من العمود القطني، نقوم بفحص المريض أولا. ثانيا إذا لم نتوصل لتشخيص هنالك تساعدنا على أشعة بسيطة أو أشعة الرنين، فلذلك نتوصل تشخيص بسهولة أو عن طريق الأسئلة والأحداثيات المرض اللي يعطينا طبيعة الشغل وحسب الوضع الموجود فيه، فنتوصل لتشخيص أن هنالك تغير في الغضروف ما بين الفقرات أو بالركب أو بالكاحل. تماما. ونعالج كل واحد على حدة. تماما. دكتور، ضمن اختصاصكم بتلجأوا للتحاليل الدموية لحتى تشخصوا المرض؟ التحاليل ليس له أي علاقة. الفحص السريري والحديث مع المريض، وممكن نلجأ إلى صورة شعاعية، صورة شعاعية بسيطة. أحيانا نلجأ طبيعة الشغل نتعود مبدأ التعويض. طب وصلنا لموضوع العلاج دكتور، واللي هو صميم شغلنا، ولكن عفوا خلينا نرجع شوي خطوة لورا دكتور. لو تذكر لنا أنواع الانفصال العظمي مثلا، في له انواع كمان؟ في له انواع، مثلا الانواع يحدث في العمود الفقري سواء الرقبي والقطني والظهري، مفصل تنكسي في العمود الفقري، في الكاحل، في الركب، في المفصل، حتى المفاصل الصدغية، مفاصل الصدغية والكاحل والقدمين، حتى في السلاميات أصابع الإيدين. نعم، اللي عم يستعمل الموبايلات تغيرات. لذلك تشير على شكل عقد يحدث في السلاميات البعيدة والقريبة، نسميها عقد بوشارد أو هيبردينا، فتحدث بشكل واضح يبين على الفحص السريري، أو أحيانا نلجأ إلى صورة شعاعية بسيطة في بعض الأحيان. بعد التشخيص والقصة السريرية للمريض وتشخص المريض دكتور، العلاج كيف بيكون؟ يا ترى عن طريق أدوية معينة، معالجة فيزيائية، حركات رياضية، توصيات معينة؟ كيف بتعالجوا المرضى؟ يعني مصادر التشخيص ومصادر العلاج متنوعة. أحيانا بس إذا توصلنا لتشخيص أنه فعلا فرضا هذا المريض يعاني من تنكس غضروفي في العمود الرقبي، نعم. يجب أولا أن يبتعد عن الأسباب اللي أدى إلى هذا نشوء المرض. السبب الثاني طريقة العلاج، المواد المرممة للغضروف. أيوة. هنالك إبر، أيوة. هنالك جلسات بلازما، نقوم بحقن المفاصل بجلسات بلازما، سحب الدم من المريض ونحصل على البلازما الطبيعية 100%، ثم نحقن في المفاصل ليترمم الغضروف سواء ما بين الفقرات في العمود الرقبي أو ما في مفاصل الركب
وأحيانا حتى ما هو من يتكون الغضروف. مثلا يتكون الغضروف عادة من هيالورونيك أسيد وكولاجين وجلوكوزامين وكروندرويتين. نقوم بإعطاء المريض بهذه المواد الطبيعية، المواد التي يتشكل منها الغضروف. صار فيها تنكس وتخريب في الغضروف، نعطي بالمواد الذي يقوم على إعادة إنتاج الغضروف، ولو ببطء على مدى شهور سنوات، ولكن يترمم حسب درجة المرض. أكيد. إذا كان الدرجة الأولى يتعالج ويترمم ممكن 3 أشهر إلى 6 إلى 4 أشهر. درجة ثانية طبعا بدها 6 أشهر ممكن سنة. الدرجات الثالثة أحيانا لا يوجد هنالك أي حل، خاصة مفاصل الركب. الدرجة الثالثة حصرا بتغيير المفاصل إلى مفاصل صناعية أبدا. لذلك مشكلة التأخير مشكلة حقيقية. يعني في بداية الأمر العلاج سهل، في بداية أول مرحلة العلاج المرممات والإبر بلازما والإبر الحقن مصنوع من هيالورونيك أسيد، المواد الموجودة في غضروف جسم الإنسان. حلو. نقوم بحقن أو إعطاء عن طريق الحبوب أو عن طريق الإبر. المرحلة الثانية في مجال العلاج. المرحلة الثالثة هي مرحلة الصعوبة، لا يتعالج إلا حصرا بالمفاصل الصناعية خاصة مفاصل الركب. وطبعا السبب الرئيسي هو العلاج الأساسي الابتعاد عن السبب اللي أدى إلى تخريب هذا. فمثلا عمال الذي كانوا يحملون على أكثر من 100 كيلو 110 كيلوات، عمال شغل القطن، عمال القمح، مثلا شمنتو ليس كيس شمنتو 50 كيلو، عمال الوقوف، عمال الوضعيات الخطأ، وضعية القرفصاء الذي يقوم بها عمال مثلا عمال البلاط. هذه الوضعية يجب تغييرها والابتعاد عن الشغل والتعب، خاصة الشيل الوزن الزائد. فتحدث هنالك استجابة لدى المريض حسب المراحل. دكتور، في أعمار معينة مثلا أكثر مراجعي يكون هن بيكون بهالفئة هاي، مثلا فوق 50 فوق 60 مثلا؟ والله عادة فعلا يعني أصحاب التمزق الغضروف أكثريتهم أكلوا صدمات من تمزق الغضروف نتيجة حوادث الموتور مثلا، أو حوادث السيارات، أو نتيجة القفز أو كرة القدم. تحدث هنالك تغيرات في الغضروف، تمزق الغضروف، يعني فئة الشباب تماما. أما أكثر الذين يأتون بتنكس غضروفي، فساد غضروفي، ويتخرب المادة الغضروفية، فهم أعمارهم يتجاوز من 45 إلى 65 و70 تماما. ولكن أكثر المرض الشائع حاليا هو الفصال العظمي، التنكس الغضروفي. نعم. نتيجة التعب والشغل والوزن الزائد. أكيد. دكتور، المثل بيقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. لو نختم لقائنا بشوية نصائح من طبيب أمراض المفاصل والروماتيزم لكل المستمعين اللي عم يسمعونا ونتمنى يستفيدوا، شو بتنصحوا مرضاكم وجميع المواطنين؟ يعني بشكل عام الابتعاد عن حمل الوزن الزائد. أيوة. الابتعاد عن الوقوف المديد لساعات طويلة. تخفيف الوزن. الرياضة يعني قدر الإمكان، السباحة. بس أهم من هذه الكل الابتعاد عن الساعات الجلوس على النت وعلى الإنترنت، خاصة العمود الرقبي يؤدي إلى تشكيل مناقير رقبية أو إلى ديسك رقبي. هذه أكثر النصائح، الابتعاد عن الوزن والوقوف المديد والنت أكثر الساعات. تمام. بنهاية اللقاء بشكر كتير الدكتور عاصم الخلف، اختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم. ألف شكر لكم دكتور. أهلا وسهلا. شكرا لكم أيضا متابعينا ومستمعينا، نتمنى تكونوا بخير وسلامة. بشكر زملائي بالكنترول لافا ولورين، كنت أنا معكم نعيمات خلف من وراء الميكروفون. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة، تضلوا بخير وسلامة.